يسعد أوقاتكم يا أحلى متابعين. تعالوا معي لنساوي أطيب بيتزا ميني أو ميني بيتزا قطنية وهشة وسهلة. راح يحبوها الصغار قبل الكبار، وفيكن تفرزوها بالفريزر بتضل معكن أيام وأشهر. كتير سهلة وطرية. أول شي بدنا 3 كاسات ونص طحين متعدد استعمالات، بعدين بنحط معاها رشة ملح وبنخلطهم. بعدين بنحط نص كاسة حليب دافية، تكون ما بس تكون باردة، دافية. وبنحط معاها كاسة ونص مي بندوب فيها ظرف خميرة أو معلقة كبيرة خميرة. طبعا كمان المي لازم يكون دافي. بنحط لها تقريبا معلقتين زيت نباتي وبنخلطهم منيح، بنعجنهم منيح. طبعا بنضيف نحن عم نعجن بنضيف السوائل على دفعات وبنعجن. كل ما بنضيف شوي بنعجن منشان لأنه كل طحين له يعني كمية معينة من السوائل، تختلف كمية الطحين من طحين للتاني. بعدين آخر شي بنضيف نقطة زيت لننعم العجينة وبنتركها تختمر، يعني تقريبا تتركوها ساعة. بنروح نحضر الصوص. بدنا بصل وبدنا توم وبدنا مية بندورة معصورة، وبدنا التوابل اللي هي كاري، كزبرة، ملح، هذا الزعتر الأخضر وفليفلة وفلفل، فلفلة حمراء وفلفل. بنتركهم يتحمروا الثوم والبصل حتى بعد ما نتركهم بعد ما يتحمروا منيح هيك يدبلوا. نضيف عليهم التوابل اللي حكيت عليها ومية البندورة. أنا عصرت بندورتين عصرتهم وحطيت عليها 3 معالق دبس بندورة، ولحد تركتهم ليتعقدوا. حطيت عليهم تقريبا ربع كاسة مي ساخنة، وفيكم تحطوا باردة ما بيأثر يعني. وبتحركوهم تتركوهم على الغاز لحتى يتعقدوا. طبعا في ناس فيكم تضيفوا التوابل اللي انتم بدكم اياها، بس هي التوابل اللي انا حطيتها هي بتعطي الطعم الطيبة، خصوصا النعناع بيعطي طعم كتير طيبة. وبعدين بعد ما صارت العجينة اختمرت هيك ملمسها بيكون، بنمدها بالشوبة وبنقطعها. طبعا انا بقطعها بحجم متساوي، فيكم تستخدموا اي شكل عندكم بالبيت دائري بتقطعوها وبتضيفوا للصوص، بتزينوها بالطريقة اللي انتو بدكن اياها. في ناس بتحب تحط لها خضرة، في ناس بتحب تحط لها فطر، في ناس بتحب تحط لها زيتون اخضر. انا حطيت حسب الشي الموجود عندي، حطيت جبنة وحطيت زيتون اخضر، حطيت عفوا زيتون اسود، حطيت فليفلة ملونة، فيكم تحطوا ذرة، فيكم تحطوا فطر. انا حطيت مرتديلا كمان معها بشرت تعطيها طعمة طيبة. ولادي أنا ما بيحبوا الفطر لذلك ما حطيت لها. وهي حطيتها بالفرن. أنا بكون محمية الفرن من فوق ومن تحت على درجة حرارة 250 درجة، وبنحطها وهو الفرن حامي على الدرف التحتاني تماما، يعني كأنكم خابزينها بمطعم. وهيك بتكون النتيجة. بتمنى أنه تحطوا لي لايك وتشتركوا بقناتي على اليوتيوب، وشكرا لكم وصحة وهنا.